بعد 3 سنين في ألمانيا، هل العيشة في ألمانيا تستحق؟ وهل في فرصة فعلا زي ما الناس بتقول ان انت تطلع تشتغل في ألمانيا وتسافر هجرة على ألمانيا؟ هو ده اللي انا عايز اتكلم عليه في هذا الفيديو، وبرضه هحكي لكم عن تجربتي الشخصية، لان انا بقالي تقريبا 3 سنين هنا في البلد، فعايز احكي لكم عن تجربتي الشخصية عن ألمانيا. وهرجع واقول ويا صباح الفل على احلى ناس، زي ما كنت بقول زمان. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ خليني كده اقول لكم بس في الاول انا مين، عشان اكيد في ناس اول مره تشوفني. ممكن انا اسمي محمود الخطيب. انا بعمل يوتيوب من زمان، من 2019 بدات القناه دي اللي اسمها اكسبلوروس خطيب، اكتشف مع خطيب. والحقيقه الشانل دي ليها ذكريات جميله قوي في قلبي. يعني انا عشت حاجات خطيره يعني، ورحت اماكن جميله جدا، معظمها طبعا في مصر الحمد لله. يعني انا تقريبا لافف 90% من مصر، او مصور 90% من مصر، لان حتى في حاجات انا رحتها بس ما كانتش فرصه ان انا اصورها، زي الاقصر واسوان مثلا. ما صورتش في الاقصر واسوان قبل كده، بس انا رحت الاقصر واسوان. فانا تقريبا 90% لافف كنت جوه مصر. وسنه 2000 وانا كنت مكمل عادي في اليوتيوب مع الشغل بتاعي. انا مهندس، شغال مهندس كمبيوتر في شركه ما يعني في مصر كنت. وجات لي فرصه سنة 2022 بعد الكورونا كده بسنتين، جات لي فرصة اني اسافر على فرع الشركة بتاع المانيا. دخلت في بروسس وانترفيوز يعني، والموضوع صراحة ما كانش في الحسبان، وما كانش على البال يعني. والموضوع كله مشي في 6 شهور يعني. فاللي حصل ان انا ربنا كرمني يعني، واتقابلت في الفرع بتاع المانيا. وجيت سنة شهر 6 2022 المانيا. ومن ساعتها وانا في الشركة دي وبشتغل. ولذلك للأسف زي ما قلت لكم في ناس كتيرة ممكن تكون اول مرة تشوفني، لان انا ما بقيتش بعمل يوتيوب زي ما كنت بعمل في مصر. مع اني عملت فيديوهات كتيرة الصراحة في اوروبا برضه. يعني لو دخلت جوه عندي هنا هتلاقي في فيديوهات كتيرة، مش الشورتس، الفيديوهات العادية، الفيديوهات الكبيرة ال8 وال10 دقايق يعني. هتلاقي فيديوهات كبيرة في اوروبا، ولكن ما خدتش الحظ زي ما مصر، الفيديوهات بتاعت مصر خدت الحظ. ولذلك هي دي نقطة برضو جاية انا عايز اقول لكم انا هعمل ايه ان شاء الله بعد كده في التشانل، في القناة يعني. هي ممكن حاجة ما تبقاش تفرحكم قوي يعني، خصوصا الناس اللي موجودة، بس هقول لكم في الاخر انا ناوي اعمل ايه. بس خلينا نتكلم على الموضوع بتاع المانيا. هل العيشة في المانيا تستحق؟ ده برضو هيترد عليه في الاخر. وازاي انت ممكن تيجي المانيا، او ازاي ايه الفرص اللي انت متاح ان انت تيجي فيها المانيا. خليني كده ابدا واقول لك ان المانيا محتاجه ناس كتير جدا. المانيا عندها نقص كتير جدا في العماله من جميع المجالات بقى. فهي محتاجه ناس. وفي مجالات بتحتاج ان انت يبقى معاك لغه، وفي مجالات ما بتحتاجش ان انت يبقى معاك لغه. يعني الهندسة مثلا، انا لما جيت سافرت، انا سافرت من غير لغة، ما كنتش اعرف كلمة واحدة الماني. وفي مجالات تانية لا، محتاج ان انت تبقى عارف لغة، زي المجال الطبي. المجال الطبي بتحتاج ان انت يبقى معاك لغة، ولغة متقدمة كمان، مش حاجة يعني البيزكس او الحاجة البدائية بتاعة اللغة. لا، محتاج ان انت يبقى معاك لغة قوية وبتعرف تتكلم، عشان هتحتاج ان انت تتكلم في مجال العمل. ولكن في مجال الهندسة وبالذات الكمبيوتر لا، الموضوع مش محتاج خالص. انت يا دوبك بالانجليزي بس بتطلع يعني. انا حرفيا الانترفيوهات اللي عملتها كانت كلها بالانجليزي، ما كانش في حاجة. هي بس واحدة في الاتش ار سألت لي انت بتتكلم الماني؟ فقلت لها لا، انا ما اعرفش كلمة واحدة الماني. فقلت لها هو الموضوع محتاج الماني؟ قالت لي لا، انا بس عايز اشوف الليفل بتاعك. ولكن موضوع اللغة، لو هتعتمد على ان انت هتيجي هنا تعيش من غير ما تتعلم اللغة، احب اقولك ان دي مش فكرة حلوة. لان انت هنا لازم هتحتك بالناس، ولازم هتتعامل في الحياة اليومية باللغة، سواء بقى في البريد اللي بيجي لك على البيت، سواء في معاملاتك الشهرية. لازم هتتعامل باللغة. ولازم هتقابل ناس هتقولك ان هي مش هتتكلم معاك غير بالألماني. فانت غصب عنك لازم تتعلم اللغة. ودي حاجة ممكن تكون كانت في أول ما جيت كانت بالنسبة لي من أصعب الحاجات. وفي حقيقة الأمر أنا أول ما جيت بدأت أتعلم اللغة. أنا بقالي 3 سنين عايز أقولك إن أنا ممكن أدير حوار
بس حوار بسيط جدا يعني. ما تدخلنيش برضو في، يعني ما اقدرش في الشغل اتعامل بالالماني، لا مش هعرف اعمل كده. الحوار اللي اديره مثلا، انا قاعد بطلب حاجه في المطعم فحصل حاجه، فالراجل جاي يقول لي في كذا، في اوبشن كذا، ما فيش ده مثلا، يعني الحاجات الدايلوجز البسيطه. فالموضوع بقى فيه كونفرزيشن بس بسيطه. يعني انا مخلص ايه في الالماني برضو عشان نبقى عارفين، يعني انا مخلص الليفل الاولاني. هو الالماني 6 ليفلز، حاجه اسمها A1 A2 B1 B2 C1 C2. فانا مخلص A1 والA2، وبراجع دلوقتي في الأطفاي عشان اخش على البي اينز. تمام. فده اللغة كمجال بقى، كمجال عمل، لا انت مطلوب جدا. و... والمانيا دلوقتي بدأت تسهل مواضيع الفيزا بسبب ان هي محتاجة ناس. يعني هي جت من سنة تقريبا، سنة ونص، عملت حاجة اسمها فريلانس فيزا، شغل عمل حر، ان انت تقدر تقدم على فيزا عمل حر. الفيزا دي هتخليك ان انت تطلع المانيا، تقعد فيها مقيم لحد 6 شهور او سنة تقريبا، بتدور على شغل، وهتلاقي شغل، لان هم مش هيدولك الفيزا غير لو عارفين ان انت مطلوب ومجالك ده مطلوب. طبعا الفيزا دي مش هتاخدها كده على طول سلام عليكم انا عايز فيزا هيدوك فيزا، بس هي الفكره ان هي بتبقى ليها متطلبات. تقريبا بتبقى مخلص الاينز، وبيبقى لازم يبقى معاك رقم مبلغ معين عشان تحطه في البنك، عشان تقدر يضمن ان انت هتعرف تقعد 6 شهور تصرف على نفسك. الحكومه مش هتضطر ان هي تساعدك يعني في القصه دي. فدي فيزا فتحوها من سنه تقريبا او سنه ونص. وجم برضو الفتره دي جم يعملوا موضوع البوينتنج سيستم زي امريكا وكندا. دلوقتي بدأ يبقى في مواقع بتعمل البوينتنج سيستم، بتشوف انت عدد نقاطك ايه، دارس ايه، مخلص ايه، متجوز مش متجوز، سنك كام، وبتديك بوينتس، وبيزد عن البوينتس دي المانيا بتقدر تديك فيزا. والفيزا دي بتاخدها بتقدر برضو تيجي تدور على شغل. زي ما قلت لكم مجال الشغل هنا، لو انت مهندس كمبيوتر وشاطر، انت من على لينكد ان عادي جدا تقدر تخش تقدم، وخلال فترة قصيرة ممكن يجيلك انترفيوهات وتقدر تنقل على ألمانيا. موضوع منتهى السهولة. وانا عايز اقول لكم اصلا ان انا قبل ما اسافر المانيا على الشركه بتاعتي، انا كنت اصلا بحاول اقدم برضو كده، وكذا شركه عملت لي انترفيو يعني. بس انا لما جالي الشغل بتاعي اللي هو تبع شركتي ما حبيتش اغير، فطلعت على نفس الشركه بتاعتي. بالنسبه للمجال الطبي، المجال الطبي هنا محتاجين ناس جدا جدا، بس للاسف محتاج لغه. ودي نقطة على فكرة مش عايز اقولك انها هي حاجة مستحيلة. انت دلوقتي بقى في ترند في مصر، تعلم اللغة ده خطير يعني جدا. يعني انا في يعني باخد كورس دلوقتي، الكورس اللي انا باخده كله مصريين قاعدين في مصر وملهمش علاقة بألمانيا، بس هم خريجين صيدلة وعلاج طبيعي واطباء، وهم بيتعلموا عشان عارفين ان المجال الطبي محتاج لغة، فبالتالي هم بيتعلموا اللغة عشان يوصلوا لليفل بي اينز مثلا، ويقدروا ان هم يقدموا. انت بي اينز، معظم الشركات هنا بتطلب ان انت يبقى معاك الليفل بتاع البي اينز. وانس ان انت بقى معاك البي اينز، هتقدر ان انت تبدا تتعامل في الالماني. سو انت مهما الليفل اللي كان معاك وكنت مذاكره، مش هتعرف تتكلم الماني غير لما تبدا تتكلم وتعمل محادثه، لان الموضوع مختلف. زي كده ان انت بتتعلم اللغه العربيه بس لما بتروح مصر بتتكلم مع مصريين، هو الموضوع مختلف. فانت لازم يعني تبراكتس المحادثه، لازم تبدا تتفرج على افلام، في حاجات كتيره قوي 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 دلوقتي، افلام قصيره كده بتعلم الالماني. بتبدا تسمع، اهم حاجه ان انت تسمع وتشوفهم بيتكلموا ازاي عشان تقدر ان انت تفهم. الكورسات هتعلمك ازاي تتكلم، ازاي تكون جمل، ازاي تكتب، ولكن السمع هيعلمك ازاي ترد وازاي الناس بترد. يعني انا عندي مشكله هنا كانت كبيره قبل ما ابدا ان انا اتكلم شويه، ان انا بعرف اكون جمل وبعرف اتكلم شويه، بس لو حد قال لي حاجه، السرعه بتاعت الكلام مع زي ما بيقولوا كده السلانج بتاع الكلام بتاعهم، بيخليك ما تبقاش عارف هما بيقولوا ايه. فبالتالي بتكتشف ان هي او الشخص اللي بيكلمك بيقول لك حاجه انت هتعرف ترد عليها وتفهمها لو اتقالت بالطريقه اللي هو بطريقه الكورس، ولكن هنا عشان بيتكلموا بسرعه فبيقولوها بطريقه معينه،
فانت اوريدي عارف ايه اللي ممكن ترد عليه، بس بسبب عدم الخبرة في الممارسة بتاعة الكلام انت مش عارف ترد. فدي حاجة يعني مهمة جدا جدا جدا. ودلوقتي بقى في كورسات كتيرة مش غالية في مصر. خد الكورسات وبتبدأ انها تتعلم، او والترند بقى رايح ناحية ان انا اتعلم الالماني زي الانجليزي برضو يعني. ودي حاجة كويسة جدا عامة يعني. اللغة كده كده انا بشوف ان اللغة حاجة مهمة. فالملخص بتاع اللغة مهمة جدا جدا هنا، ان انت تتعامل بالالماني. وانا الصراحة يعني في ناس كتير جت في مجالنا بالذات قالت لك خلاص الحمد لله احنا جينا، فخلاص بقى انا هركز في الشغل وكده ومش مهم الالماني. انا بالنسبه لي لا، انا يعني بالنسبه لي الالماني زي مهم زي الشغل دلوقتي. انت ان انت تبقى بتتكلم الماني وتكوب مع المجتمع ده هتفهم حاجات كتير قوي، خصوصا ان هم عندهم عادات وتقاليد مختلفه تماما عن عاداتنا وتقاليدنا. فما ينفعش ان ابنك بيبقى بيروح المدرسه وهو يبقى بيفهم الماني وبيتكلم الماني وانت مش فاهم هو بيقول ايه ولا بيتعامل مع الناس ازاي ولا الناس بتقول له ايه. دي من وجهة نظري. فانا بالنسبه لي اللغه مهمه، انا واخدها مهمه زي الشغل. هي مهم ان انت تتعلمها ومهم ان انت تتكلمها، لان هي اصلا كمان بقى يعني انت لو جيت هنا بالانجليزي على مجال الكمبيوتر ولا على اي مجال وجيت بالانجليزي وبتشتغل في حاجه، فانت فرصك بقى لما تتعلم الالماني هتبقى 10 حاجات مش حاجه واحده. فانا شايف ان اللغه مهمه جدا جدا. ازاي تتعلم لغه من وانت في مصر؟ دلوقتي في سنترز كتيره حلوه جدا جدا تقدر ان انت تاخد معاهم كورسات، والكورسات مش غاليه. الليفل بيبقى عامل مثلا 3500 جنيه، تبدا تاخد الكورس وتبدا تتعلم. الترند بقى رايح للالماني. فدي حاجه انا اشجعك عليها لو انت بتفكر ان انت تيجي المانيا. خش اتعلم الالماني. وخليني اقول لك بقى برضو الليفل ممكن ياخد قد ايه. يعني انت ممكن اينز ده تتعلمه في 3 شهور مع مذاكره شهرين، ادي كده 5 شهور خلصت الاينز. هتخش على الادفاي زيهم 5 شهور. يعني حط تارجت لنفسك مثلا سنه ونص كده بتتعلم لغه، ممكن تخلص فيها لحد البي اينز. انت لو وصلت لمرحله البي اينز ان انت بتتكلم ومعاك مستوى البي اينز، هتلاقي الموضوع ماشي جدا معاك ان انت تقدر تيجي تشتغل هنا. مجال الطب زي ما قلت لكم بيحتاج لغه، وبيحتاج احيانا ان انت تخش كمان على السي اينز مش بس البي اينز. فالمجال الطبي صعب شويه في موضوع اللغه ده، ولكن برضو لو انت اتعلمت اللغه تقدر ان انت تنط على هنا على طول على حاجات كتيره جدا. لان زي ما قلت لكم المانيا محتاجه ناس كتيره جدا في مجال العمل. هل المانيا بقى تستحق المكافحه من اجلها وان انت تفايت وتحارب ان انت تيجي البلد؟ برضو الرد على السؤال ده هو يعتمد عليك انت. ولكن في الناحية التانية اللي بيميز ألمانيا هي ان انت بتعيش مهما كنت بتشتغل ايه. طالما انت بتشتغل فمرتبك الشهري اللي هيخش لك هيعيشك من كل حاجة. ممكن ما تعرفش تحوش التحويش الفظيع، هي مش الخليج، ولكن هتعرف يبقى عندك حياة. وهم هنا بيسموها ان دي مش رفاهية، دي او لو يعني ده البيزكس، ده الاساسيات بتاعة الحياة. اللي هو يعني انت مش هتشيل هم مصاريف الاكل والشرب. هنا الاكل والشرب الصراحة مش غالي. مش هتشيل هم مصاريف ان انت لو طلعت رخصة تركب عربية. انت هنا تقدر تركب عربية بسهولة يعني. يعني مثلا هنا في نظام اسمه الليزنج، ان انت بتأجر عربية لمدة سنتين، بتبقى بتاعتك يعني لمدة سنتين، وبتدفع لها رقم في الشهر. ممكن الرقم ده يبقى عامل مثلا 200 يورو. لو انت دخلك 2500 يورو فبتدفع 200 يورو في الشهر عشان يبقى معاك عربية. هيبقى حاجة كويسة جدا يعني. مش هتحس ان انت بتقطع الدنيا عشان تعرف يبقى معاك عربية. ومع كذلك اصلا انا بقالي اهو 3 سنين ومعايا ابني وما جبتش عربيه لحد دلوقتي، ما طلعتش رخصه وبستخدم مواصلات. والصراحه الموضوع ما فيهوش معاناه. هنا كل حاجه مهيئه ان انت تركب المواصلات بالطفل باي حاجه يعني. ما شفتش صراحه معاناه. ممكن تكون العربيه رفاهيه شويه الصراحه وهتسهل حاجات كتير بامانه يعني، ولكن المواصلات ما عانتش منها تماما. بقالي 3 سنين وبركب مواصلات. خصوصا ان المانيا عامله حاجه اسمها ال 49 يورو تيكت. 49 يورو دي بتدفعها في الشهر وبتقدر تركب اي مواصله جوه المانيا
مش جوه بقى المدينه اللي انت قاعد فيها، جوه المانيا. هي هتزيد على اول سنه، هتبقى 58 يورو، بس هي كانت ب 49 يورو. وبتقدر ان انت تسافر اي حته جوه المانيا وتتنقل جوه المانيا كلها بال 49 يورو. 49 يورو دي بالنسبه لك مش هتبقى حاجه فظيعه لو انت بتشتغل هنا، هتبقى سهل جدا يعني. فبالتالي برضو المواصلات هنا نظيفه وجميله، وبتتاخر عادي بس سالكه يعني. هل المعيشه تستحق؟ ده برضو ما اقدرش اقولك تستحق وما تستحقش، ده يعني بيعتمد على ظروفك ايه. ضغطة الشغل بتاعت مصر مش موجودة هنا، دي بقى اكتر حاجة انا لامسها. الضغطة بتاعت الشغل، وان انت تشتغل في يوم اجازتك وتشتغل بعد ساعات العمل 60 ساعة، والجو ده مش موجود هنا. ممنوع اصلا، مش موجود بس ممنوع. وهو مش عشان سواد عيونك، هو عشان هو بيحاسبك على رقم معين في الثمان ساعات. لو انت عملت اكتر منه هتبدأ تطالب بحقك، فهيضطر ان هو يدفع لك اكتر. فلما يدفع لك اكتر هو بالنسبة له هيبقى بيديك فلوس زيادة، فهو مش عايز يعمل كده. فانت تديني حقي وانا ادي لك حقك، وما تخشش في الحاجات اللي ما ينفعش تخش فيها. ما تنزلش تشتغل في الايام الاجازة بتاعتك. ما انت ايام الاجازة بتاعتك هتقول انا عايز اليوم ده بيومين. طب لا، ما انا مش عايزك تشتغل في الاجازه بتاعتك. فهو مش بيعملها لك بسواد عيونك، بس هو بيعملها لك عشان ده حقك ان انت تريح، عشان تقدر الاسبوع اللي بعده تشتغل كويس وتديني شغل حلو. ساعتها انا هبقى مرتاح وانت مرتاح. دي اكتر حاجه انا لمستها هنا. ضغطة الشغل بتاعت مصر مش موجودة هنا الصراحة. و... وبرضو حتة ان انت الاساسيات موجودة، يعني الاكل والشرب سهل، المواصلات سهلة، مش بتعافر عشان تاخد ايه الحاجات دي. في ناس على فكرة في مصر بتقبض دلوقتي، خصوصا ان انا سايب مصر بقالي 3 سنين، ففي ناس دلوقتي بتاخد مرتبات، لا مرتبات كبيرة جدا ومرتبات كويسة ومعايشينها تمام حلو. بس انا برضو كان ينقصني حتة الضغط بتاعت الشغل. انا دي اكتر حتة لامسها هنا. بس هنا طبعا في حاجات كتيرة بقى مش احسن حاجة يعني. يعني مثلا الحياة الاجتماعية هنا صفر صفر. الحياة الاجتماعية بتاعت مصر حاجة بالدنيا، والله بالدنيا. يعني انا اول ما جيت كنت بتعامل على اساس ان انا مصري، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه. ناس كانت بتقول لي انت بتعمل ايه، انت مجنون ولا ايه اللي انت بتعمله ده. فهنا حياة اجتماعية مش احلى حاجة الصراحة. مش هتصاحب طبعا الماني، يعني الالماني مش هيصاحبك يعني، لان هو اصلا اوريدي بيبقى عنده صحابه يعني. بس في نفس الوقت هم برضو مش قلالات الذوق يعني. برضو في ناس بس واخده عنهم فكره ان هم عنصريين ومش عارف. انا صراحه خلال ال3 سنين دي ما شفتش عنصرة يعني. ما شفتش، ومراتي محجبة على فكرة برضو، ما شفتش الموقف اللي يخليني اقول اوه ده عنصرية. ممكن يكون كان في شوية غتاتة، بس عادي يعني. اللي هو واحد ممكن يبقى موده مش كويس فبيتكلم معاك بطريقه ما تعجبكش. لكن عنصرة لا، مش بالعكس. انا شفت العكس بقى. شفت استرحاب من الناس، شفت ناس بتعاملني بطريقه كويسه جدا. شفت ناس لما امي جت هنا برضو ست كبيره محجبه مش عارف ايه، كان في احترام ليها جدا. ما شفتش الصراحه حته الحمد لله يعني. ما شفتش حته العنصرة، بس في اللي انا عارفه ان في يعني الاكل هنا وحش جدا. مش الاكل اللي انت بتشتريه من السوبر ماركت وتطبخه في البيت، لا ده حلو قوي، ده الكواليتي تحفه. بس انا في مصر كنت بحب ارمرم يعني. ولذلك على فكره حتى اللي يعرفني من زمان انا كنت ادخن من كده بكتير. انا كده خاسس ولسه عايز اخس اكتر يعني طبعا، بس انا كده خاسس عن قبل كده. ولكن هنا مفيش جو المحلات الاكل بتاعتنا والكلام ده. هنا ما عندهمش ثقافة الاكل ده، وعشان كده هم تلاقيهم على فكرة معظمهم هنا صحيين جدا يعني واعمارهم ما شاء الله كبيرة يعني. طبعا بقى هنا في بقى حاجات طبعا حلوة. ابسط حاجة ان انت زي ما بقولك كده، انت مش بتسعى ان انت تكفي احتياجاتك. انت احتياجاتك هتعرف توفرها. عايز تعمل رفاهيات دي بقى بتاعتك، عايز تشيل فلوس دي بتاعتك. برضو من ضمن الحاجات الحلوة هنا الفسحة. انت عشان تنزل تتفسح في مصر لازم تروح مكان تدفع فلوس عشان تخش، فلوس عشان تعمل.
فالفسحه هنا سهله، هنا معظم الاماكن ببلاش يعني، ومعظم الاماكن هنا كلها خضار يعني. هنا طبعا الطبيعه سبحان الله يعني جميله فوق الوصف فوق الوصف. فمعظم الخروجات والحاجات دي ببلاش، انت مش بتدفع حاجه، انت بتنزل بتروح المكان وتخش وخلاص حقيقي يعني. انت لو بتدفع هنا في حاجه فبتدفعها في الاكل، وفي الاخر الاكل بيطلع مش حلو قوي، فبتقول يا ريتني ما كنت كلت. ولكن الفسح العاديه ببلاش صفر. حاجه برضو من ضمن الحاجات الجميله جدا طبعا ان انت في المانيا، ان انت هيبقى ليك اكسس على اوروبا كلها. انت ما بقتش بقى قاعد في المانيا بس، انت ممكن تلف تروح كذا حته. فدي نقطة مهمة جدا، ان انت بقى ليك اكسس ان انت تتفسح في اوروبا كلها. ولو معاك عربية بقى الموضوع اسهل واسهل، ولو مش معاك عربية الموضوع سهل كسفر من مكان لمكان في اوروبا، الموضوع سهل جدا يعني. فدي برضو ميزة من ضمن المميزات للعيشة في المانيا. ده كان فيديو عن الهجرة الى المانيا. لو في اسئله يا ريت تسالوني في الكومنتس، وانا هطلع اجاوب عليها. انا وحشني جدا ان انا بودكاست وان انا اتكلم واطلع اعمل فيديوهات يوتيوب. الحاجه اللي انا كنت قلتها في الاول وقلت هقولها في الاخر، اللي هعملها وممكن ما تعجبش البعض، ان دلوقتي بقى في ترند ان الناس في المانيا بتسافر لمصر تتفسح في مصر. وانا عامل فيديوهات كتيره جدا عن السفر في مصر وعن الاماكن في مصر. فاللي انا هعمله احتمال حاجه من الاتنين، يا هبدا اتكلم على الحاجات دي انا رحت فين وجيت منين، وهحط برضو حاجات فانتوا برضو لو عايز تخش تتفرج عليها هتستفاد جدا. فدي حاجه ممكن اعملها. وهبدا عشان الناس اللي في المانيا هنا تبدا تفهم، هحط لهم سبتايتل الماني. هشوف بقى انا اللي هكتبه، انا اللي هترجم، او انا هجيب حد يترجمه يعني. الحاجة التانية اللي بفكر فيها، وهي دي فكرة مجنونة شوية، ان انا اطلع اعمل فيديوهات بالالماني شوية على القد اللي انا اتعلمته منها، ان انا ببراكتس اللغة، ومنها ان انا بقول للناس ايه اللي ممكن تعمله، ومعرفش اصلا الناس هتفهم ولا لا. فدي تجربة عايز اخدها وهشوف اذا كانت هتنفع ولا لا. بس انا حابب اصور فيديوهات الفترة اللي جاية، والصراحة انا مش هعرف اصور فيديوهات غير بالدعم بتاعكم، فالدعم بتاعكم هو اللي هيبان. ويا ريت اللي عنده كومنتس يكتبها لي، ونخش قولوا لي عايزين نتكلم في مواضيع ايه في الهجرة هنا. لو في موضوع معين عايزين تتكلموا عنه تعرفوا عنه اكتر اكتبوا لي في الكومنتس، وانا ممكن برضو اتكلم عنه في فيديو لوحده يعني. بس كده، واشوفكم في فيديو جديد.